اول مره في حياتي اشوف حكم مبني على تحريات فقط. اركان الجريمه غير متوفره اصلا، والمحكمه الحكم فيه عوار اصلا. لان طبعا هو عامل له حيازه. الحيازه دي لازم يكون لها فعل هو ارتكبه، وهو ارتكن للفعل ده بناء على اللي انا لسه سامعه حاليا دلوقتي. ان هو ورد الفلوس. طيب، لا التحريات لوحدها تثبت ان ان هو ان هو مثلا ارتكب فعل الحيازه. الحكم ما اتكلمش على ده خالص، اتكلم كل كلامه على التحريات وعلى اعتراف اللي هو متهم على متهم، واعتراف على متهم على متهم دي ما ينفعش، وفي تناقض. اركان اي جريمه هو شيء جوهري، لازم الحكم بناء على اللي انا قريته. قعدت ادور على ان هو اتكلم، هو اتكلم على اركانها، بس بكلمات جاب ايه، جاب ان القانون بيقول كذا ومش عارف ايه وايه حاجات اللي هي العامه. طيب، المتهم توفر ركنه ازاي في الواقعه؟ ما قالش. يعني ما ذكرش اي فعل للمتهم، سوى ان بيقول التحريات التحريات ليس وحدها دليل. التحري عمره استحاله يكون لوحده دليل، لازم يكون معاه قرينه تانية عشان الاثنين يرتقوا يبقوا دليل واحد مع بعض. فانا اما انا ما قريت الحكم قعدت ادور على هو مسبب الاركان بتاعه الحيازه ازاي. مش موجود. هو كاتب متكلم عليها، بس بيقول ايه، ان القانون قال كذا والماده قالت كذا والماده قال. طيب، المتهم ايه الفعل اللي ارتكبه عشان يتوفر لديه الحيازه؟ ما قالش. كل الكلام ان قال ان التحريات بتقول ان اتفق مع فلان اتفق مع فلان وان هيديله الفلوس بعد استلام البضاعه. طيب، انا راجل مش ما اتمسكتش على مسرح الجريمه، انا ما اتمسكتش على مسرح الواقعه، تمام؟ بس بتقول في فعل انا ارتكبته اشركني في هذا الجريمه. الفعل ده لازم الحكم يبينه. الحكم ما بينوش خالص نهائي. يعني الحكم لان التحريات ما فيهاش ما بينش الافعال اللي عملها محمود عشان يتوفر عنده ركن الحيازه للماده دي. لو كان راح استئناف دي كانت خرجت براءه في الاستئناف. انا متاكد بناء على الحكم اللي انا قريته. اولا لان الادله الثبوتيه والادله اللي بتاع ما فيش خالص.